تخيلوا أن مباراة كرة قدم بين الجزائر وغينيا تتحول إلى أزمة إعلامية مشتعلة وتصريحات نارية من الصحافة الجزائرية ضد المغرب. نعم، هذا ما حدث بالفعل. صحيفة الشروق الجزائرية، المعروفة بقربها من النظام العسكري، أطلقت هجوما لاذعا على المغرب، بل وخصت فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باتهامات مباشرة بعد أن أعلنت غينيا أنها ستخوض مباراتها ضد الجزائر في مدينة الدار البيضاء. القرار، الذي كشف عنه الاتحاد الغيني لكرة القدم بشكل رسمي، حدد يوم 8 شتنبر موعدا للمواجهة في 6 مساء على الأراضي المغربية، لكن هذا الإعلان لم يمر مرور الكرام في الجارة الشرقية، بل تحول إلى مادة دسمة للهجوم الإعلامي والسياسي. الشروق لم تتردد في وصف ما جرى بأنه مؤامرة مغربية لاختطاف الكاف، وذهبت أبعد من ذلك باتهام المغرب بممارسة ضغوط على الاتحاد الغيني من أجل نقل المباراة من العاصمة كوناكري إلى بلاد مراكش، هكذا وصفتها الصحيفة، رغم أن المباراة ستلعب في الدار البيضاء. الصحيفة اعتبرت أن المغرب يتعمد عرقلة المنتخب الجزائري، بل ووصفت ذلك بأنه محاولة لحرمان الخضر من أفضلية اللعب في ملعب جاهز بعاصمة غينيا، في مشهد يختلط فيه الرياضي بالسياسي والإعلامي بالدبلوماسي. فهل نحن أمام أزمة رياضية جديدة بين الجارين؟ وهل يتحول ملعب محمد الخامس إلى مسرح لصراع إقليمي بين المغرب والجزائر؟ وهل اختيار غينيا فعلا كان بضغط مغربي، أم أن الأمر مجرد حملة إعلامية معتادة من الصحافة الجزائرية؟ أسئلة كثيرة تطرح، والإجابات قد تكون أغرب مما تتصورون. ابقوا معنا حتى النهاية، لأن تفاصيل الكواليس قد تغير نظرتكم بالكامل لما يجري خلف الستار.